مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد. في هذه الحلقة سنتحدث على القدرة على البقاء وحيد، أي la capacité d'être seul. هذه القدرة هي قدرة نفسية مكتسبة يكتسبها الطفل منذ شهوره الأولى للميلاد. معنى القدرة على البقاء وحيد هي أن يكون للطفل إمكانية نفسية لكي يبقى مع جسمه ونفسه دون حاجة إلى أي آخر معه، سواء كانت الأم أو الأب. الموضوع ديال هذه القدرة هذه تلقاوه الدراسات النفسية اللي درساتو واللي بدات فيه في البدايات كان مع فرويد، سيمون فرويد. واحد المرة جا لدار بنتو، وبنتو كانت خارجة للدار تجيب شي حاجة تقضى شي حاجة. دخل هو للدار لقى ولدها الصغير عنده شي 3 سنين بحال هكذا، شاد واحد الجرارة ديال الخيوط. كتعرف كانوا داك الخيوط اللي باش تيديروا في الماكينة تيكون واحد القطعة الخشب وعليها خيط ملوي. الطفل خدا داك الجرارة وعقدها بالخيط، فاش تيلوحها تيقول فور ساين بالألمانية، يعني اذهبي بعيدا، سيري بعدي. تيجر الجرارة، تيجر الخيط، كترجع الجرارة قدامه تيقول لها الي لا، ها هي جات، ها هي فوردا. فرويد بقى تيراقب الطفل، ما تكلمش معاه شويه، مو تما داخله يعني بنت فرويد. الدري فاش شاف مو لاح هذيك الجراره بقى تيقول فور ساين فور ساين، بعدي سيري بعدي. وعاوتاني تيجرها تيقول الي لا. المهم فرويد غادي يهتم بهذه اللعبه هذه، وغادي تبين ليه ان الطفل ولد بنته فاش كتكون معاه مو هو ما تيكونش محتاجها، ما تيلقاش كيدير يتخلص منها لان تيبغي يبقى بوحدو. وعاوتاني كتكون ماماه خارجه ولا غايبه ما تيلقاهاش، اذا هو تيعيش واحد الازمه ديال الحضور الام والغياب ديالها اللي ما منسجمش مع الرغبه ديالو هو في حضورها او غيابها. يعني هو تيكون باغيها تكون معاه ما تتكونش، وفاش تيبغيها ما تكونش معاه تتكون معاه. اش غيدير؟ غادي يصنع واحد الام رمزيه، هي اللعبه. اذا هذيك اللعبه هي واحد الام بديله تيتعامل معها بالرغبه ديالو هو. فاش تيبغيها تجي تيجيبها تيقول لها فوردا، فاش ما تيبغيهاش تيقول لها سيري بعدي، تيقول لها فور ساين، تيلوحها. طبعا هاد اللعبه عند فرويد غادي يكون فيها واحد النقاش نفسي كبير ما بين جاك لاكان وما ميلاني كلاين. هي غادي تولي ديك الكلمات اللي كيستعمل فوردا، يعني دورة اللغه، علاقتها بالغياب والحضور الى اخره. من اللي اهتموا بهذا الموضوع كذلك تلقاو دونالد وود فينيكوت، المحلل النفسي وطبيب الاطفال الانجليزي، اللي اهتم في واحد المقال ديالو دارو في القرن الماضي في الخمسينات، سميتو لا كاباسيتي ديتر سول، راه تحول الى كتاب دابا. في هذا المقال تيتكلم فينيكوت على هذه القدره عند الاطفال، وهي تتكون عندهم فاش تيكونوا باقين في الشهور الاولى للميلاد. يعني منين تيتزادوا الرضع ولا الرضيع تتكون عنده هذه العلاقه، ولكن كتكون انطلاقا من لان وينيكوت كيتكلم على واحد الحاجه سميتها المحيط، لونفيرونمون. ماشي غير الام بوحدها ولا الاب، ولكن الام والاب تيشكلوا المحيط ديال الرضيع. اذا فينيكوت تيقول لك ان هذه القدره هذه تتكون الا كان هذاك المحيط يعني كيوافق الحاجيات ديال الطفل وتستجب ليه الطلبات ديالو. ولكن اتونسيون، فينيكوت هنا راه تيتكلم على انواع ديال الامهات. كاينه الام اللي كتستجب للطفل بالشكل المناسب، يعني كيسميها هو لا مير سوفيزامون بون، الام طيبه بما فيه الكفايه، the good enough mother بالانجليزيه. وكاينه الام اللي كتكون كتستجب مباشره فاش تيطلب الطفل الثدي، هي good mother او الام الطيبه او لا بون مير. هذا النوع الثاني ما تيتيحش للطفل هذه الفرصه ولا هذه الامكانيه باش تكون عنده هذه القدره، لان وينيكوت تيقول لك خاص تكون هذه الام بحال هذا الشكل، طيبه بما فيه الكفايه، تتلبي ليه الحاجيات ولكن تتحبطو كذلك، يعني تتحرمو. شنو هو الحرمان؟ هو ديك المسافه الزمنيه اللي تتكون ما بين الطلب ديال الثدي، الطفل باغي يرضع تيطلب ولكن ماماه ما كتستجبليش بشكل فوري، كتخلي ليه واحد الوقت. هذاك الوقت تيكون هو فيه تيتشهد الثدي، تيتشوق ليه وتيتخيلو، كيفونطازم. حنا تنقولوا تيضحك الطفل، تيبتسم مع الملائكه.
فاش تيكون الطفل صغير تيبتسم تيقولوا الناس العيالات تيقولوا راه تيتبسم الملائكه. هو في الحقيقه راه ايماجيني اللحظات فاش تيكون الثدي حاضر وتيستمتع به، وهذاك الشيء علاش كيدير هذيك الابتسامه اللي كتكون في وجهه. طبعا هذا الموضوع ناقشوه وحدين اخرين بحال ميلاني كلاين غنرجعوا ليها من بعد، ولكن اللي تيهمنا هو بالنسبه لفينيكوت تيقول لك ان هذا المحيط الا كان كيوفر للطفل هذه الرعايه والامان، وكذلك يكون بشكل دائم ماشي يكون متقطع، يكون دائما تيتيح هذه الفرصه هذه. يعني اذا كان هذه الفرصه هذه كتعطي للطفل واحد الثقه في المحيط ديالو، كيكون تيحس براسو بالامان وكيتيق. اذا هنا كيمكن تكون هذيك الام حاضره معه ولكن هو تيعيش بوحده. عكس فرويد اللي تكلم على اللعبه ديال اللي كيسميها هو لو جو دو لا ميتريز، لعبه التحكم، او لا لو جو دو لا بوبين. الهدف ديال هذه اللعبه هذه شنو هو؟ هو التحكم في الغياب والحضور ديال الام. اذا بينما بالنسبه لفينيكوت تيتكلم على لا كاباسيتي ديتر سول، القدره على البقاء وحيد واخا تكون معاه ماما ولا بابا حداه. فهو تيدخل في جواه، تيدخل في العالم الخاص ديالو وما تيبقاش يهتم واش حاضره الام ولا ما حاضراش. هذه القدره عند فينيكوت تساوي يعني لا كاباسيتي ديتر سول تساوي لا كاباسيتي داتر. يعني الطفل اللي تتكون عنده هذه القدره معناها تتكون عنده القدره ان يكون موجودا، يعني موجود بوحده كشخص. إلا قدر يعني هذه القدرة تكون عند الرضيع كتعني أنه راه النمو ديالو النفسي راه نمو سوي. إذن هذه القدرة عند فينيكوت تتعني الوجود. ولكن ما نساوش باللي هذه القدرة هذه يعني باش يبقى بوحده راه ما تتعنيش أنه يكون تيدير شي إشباعات معينة. يعني ماشي معناها راه جالس تيحقق شي حاجه، لان فاش تيكبر الانسان تيكون راشد كتولي مطروحه واش عنده هذه القدره ولا ما عندوش. يعني هذه القدره هذه حسب فينيكوت هي اللي كتتيح للانسان باش يقدر يقرا، يتعلم، يمارس هوايات، يمارس اشياء ابداعات، يعني يكون مستقل في الوجود ديالو. ولكن عند الرضيع هي كتبدا مع الرضيع مع الشهور الاولى للميلاد. وكنلقاو التطوير ديال الموضوع ديال هذا البحث هذا كنلقاو عند واحد الباحثه فرنسيه هي كاترين اوديبرت، يعني حتى هي محلله نفسيه يعني خدمات على الموضوع، ولكن هي خدمات على لانكاباسيتي ديتر سول. عندها واحد الكتاب سميتو لانكاباسيتي ديتر سول. هي تقريبا غاديه في نفس المشروع ديال فينيكوت ولكن في الاتجاه الاخر ديالو. فينيكوت تكلم على القدره على البقاء وحيدا، هي تكلمت على عدم القدره على البقاء وحيدا. ولاحظت هذه الباحثه هذه ان هذه القدره هي اللي كتعطي للطفل حق الحميميه في الوجود. يعني ان فوا تتكون عنده فتيولي يعني عنده حق يكون بوحده، يجلس بوحده. وطبعا هي اوديبرت بحثت في هذه القدره فاش ما تتكونش عند الناس، لان في العياده النفسيه ديالها تيجيوها ناس مدمنين، تيجيوها ناس عندهم مشاكل نفسيه، ولاحظت ان هذه المشاكل النفسيه كلها مرتبطه بهذا عدم القدره على البقاء وحيد، لانكاباسيتي ديتو سول. فاللي ما تيقدرش يبقى بوحده يعني تيكون تابع للاخر، خاصو شي واحد اخر. الا ما كانش هذاك الواحد، هذا الشخص هذا تيحس بواحد الفراغ وجودي، تيحس براسو كما تنقولوا حنا بالدارجه كيتوضر، تيولي مشتت التركيز والانتباه. وبالعكس كيمكن تجيه من الاعراض اللي في هذه الحالات هذه كيكون تجيه الدوخه، بحال بنادم تيدوخ. وكاين اللي تيمشي تيواجه هاد حيت اللائحه ديال الاعراض اللي مرتبطه بالانكاباسيتي ديتو سول لائحه واسعه، وحيت كتغير الاعراض. مثلا من دابا واحد 20 عام من قبل ما كانوش الالعاب ديال اللي في التليفونات دابا وداك الشيء، ولكن دابا ولاو هاد الالعاب. اذا هاد تعاطي الالعاب بواحد الشكل مفرط حتى هو يمكننا نعتبروه عرض ديال لا كاباسيتي ولا لانكاباسيتي ديتو سول. يعني الأعراض ما محدوداش لأنها تترتبط بالتطور المجتمع، ولكن اللي تهمنا هو اللجوء إلى أساليب للهروب من هذه الحاجة إلى الآخر وعدم القدرة على البقاء وحيدا. لأن هذا عدم القدرة على البقاء وحيد كيكون مرتبط بواحد الإحساس بالقلق. يعني تيكون واحد القلق قوي جدا أن الإنسان كما تنقولوا بالدارجه ما تيبقاش عنده الذوق ديال يدير اي حاجه، ما عنده كنقولوا حنا ما عندوش القانه.
ما عنده حتى شي، يعني ما يقدر يدير حتى حاجه، ما تيبغي يدير حتى حاجه ما كتحلى ليه. واخا يكون في الدار تكون مجهزه الامكانيات اللي عنده، يعني الوسائل ديال التسليه ولا هادشي كله ما تيبان ما تيحسش بيه. علاش؟ لان كاين واحد الفراغ داخلي. لان هذه القدره على البقاء وحيد في الحقيقه عندها علاقه مع التكيف مع الغياب. فميلاني كلاين محلله نفسيه حتى هي من الجيل ديال فرويد، يعني نمساويه، خدمات هي على هذه الفترات ديال الغياب ديال الثدي كما قلنا، وان هذه الانتظارات اللي تتكون عند الطفل فاش ما تجيش الوالده ديالو ماماه ترضعو كتخليه كيبكي، وهذاك البكاء تينفس به على القلق الداخلي، لان الرضيع فاش يتزاد كيكون عنده واحد القلق مرتبط بواحد الدوافع عدوانيه تتكون عنده. اذا هذاك البكاء تينفس ليه على الدوافع التدميريه اللي كتكون فيه، وهذاك التنفيس على الدوافع التدميريه مهم جدا جدا، لانه كما قلت تيفرغ فيه هذاك القلق. والطفل الا ما كانش هاد الفرصه خلاتها ليه ماما، الا ما كانتش ماما كتيح ليه فرصه باش يبكي وينفس الدوافع التدميريه وكذلك يتعلم، لان هذا الانتظار ما بين طلب الثدي وحضوره تيخلي الطفل يولف يتسنى. وفاش تيولف يتسنى فاش تيكبر تيكون كذلك الا عنده شي مشكل تيقدر يواجهه، تيتسنى الحل الى اخره. اذا هادشي كله عنده علاقه مع هاد الفترات ديال الانتظار اللي تتعاش ما بين طلب الثدي وما بين حضور الثدي. الطفل الا ما تحتليش هاد الفرصه يتعلم الانتظار ويتعلم يتصالح مع الغياب ديال الثدي وغياب الام، فاش تيكبر كذلك النفسيه ديالو كتكون ضيقه وما تيقدرش يبقى بوحدو وما تيقدرش يتحمل المشاكل، لانه ما تعودش يتسامح مع الحرمان او الاحباط. لان هذا الانتظار هذا تيعلم الطفل حتى التسامح مع الاحباط. فترات غياب الثدي هي فترات احباط. اذا الا تعلم يتسنى، يعني حتى فاش تيكبر تيكون عنده شي مشكل، هذاك الاحباطات اللي كتكون في ذاك المشكل تيتحملها وكيتسنى الحل ديالها وتيواجهها بواحد الصدر رحب. تيكون عنده المزاج ديالو الكاركتير ديالو واسع، يعني ما تيكونش تيتقلق دغيا، ما تيكونش تينفر دغيا، ما تيكونش دغيا تيهرب من المشاكل، بل تيقدر يتحمل المشاكل والقساوه ديال الحياه وصعوبه الحياه. يعني كما قلنا تيتبلور عندهم مفهوم الواقع. منين تيكون رضيع تيتبلور عندهم مفهوم الواقع كواقع فيه احباطات وفيه لحظات صعبه وفيه لحظات حرمان. اذا فاش تيكبر تتكون عنده هذه الوسيله هذه، واخا تيكونوا مشاكل في المحيط ديالو تيقدر يتحملها. ولذلك فهذا الموضوع هذا مهم. الامهات حبذا لو كانوا الامهات كيفهموا هذه الاشياء فاش يكونوا يتعاملوا مع الرضع ولادهم، يتعاملوا معهم بهذا الذكاء هذا، ما يستجبوش بشكل مباشر، ولكن يخليوا لهم هذه الفرصه ديال التشوق وديال الانتظار باش يتكون عندهم واحد المفهوم على الواقع اللي هو مفهوم حقيقي، باش تيوليو راشدين تيقدروا يواجهوا المشاكل والصعوبات ديالهم. إذا نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، وإلى حصة قادمة. تحياتي لكم.